يا بنتي بطلي عياط وقولوا لي ايه اللي حصل. قولي لي عمل لك ايه جوزك؟ لا بقى ده انا يظهر هقوم اطلبه في التليفون واسود عيشته. وليه يا خديجه ليه؟ ما طيب احسن. اسكت انت، لا طيب ولا راضي. احنا عندنا كام بنت اسمها نعمه، دي هي الحيله يا سيد يا جوزي. انا هطلبه في التليفون واوري له شغله. يا وليه الطيب احسن. انا قلت لك هطلبه يعني هطلبه. خلاص يا خديجه انت حره. طبعا حره يا سيد. ها وادي التليفون. لا بلاش يا ماما بلاش ليه يا عين امك؟ انا يعني هخاف منه ولا هخاف منه؟ الحقيقه هو اللي هيخاف، ومش بعيد يرمي السماعه من ايده ويطلع يجري. سيد يا جوزي. اسف يا خديجه يا مراتي اسف. بلاش ليه يا ست نعم؟ ها مش عاوزاني اطلب بسلامته حسين جوزك ليه واوري له شغله؟ اصله يا ماما اصله ايه وفصله ايه يا بنت تتكلمي؟ اصله مش في البيت يا ماما. الحمد لله. سيد يا جوز. اسف يا ستي اسف. تقدري تبطلي عياط بقى وتقولي لي ايه اللي حصل؟ الله، اقول لك ايه ولا ايه بس يا ماما؟ الراجل ده مش ممكن اعيش معاه تاني ابدا. والله فكره، تعيش انت مع عمك هنا واروح انا اعيش معاه. سيد يا جوزي. اسف والله اسف. واسف دي تتصرف منين يا سيد يا جوزي؟ هي الحقيقه ما تنصرفش يا خديجه يا مراتي. تبقى تسكت خالص لحد ما اعرف اللي حصل بين بنتك وجوزك. حاضر. ما تتكلمي يا بنت، ما تتكلمي انت كمان وتريحين. حاضر يا ماما هقول لك اهو. يوم الخميس اللي فات كان اول الشهر، رحت قبضت مهيتي ورجعت مكتبي وشويه ولقيت زميلتي ليلى جايه تجري لي جري. ايه يا نعمه انت لسه قاعده؟ مش ناويه تنزلي بقى معايا ولا ايه؟ هننزل نروح فين يا ليلى؟ نعم هننزل نروح فين؟ الله انت نسيتي ولا ايه؟ الحقيقه مش فاكره. انا مش قايله لك امبارح اننا النهارده هنقبض وننزل على طول عشان نلحق الاوكازيون قبل الحاجات الحلوه اللي فيه بتتخطف؟ يا خبر، ده انا كنت ناسيه. طب قومي بقى يا اختي، يلا بسرعه بقى. طيب يا ليلى بس ما بسش، انا خدت اذني ليكي وليا واتفضلي بقى معايا قدام. نعمة يا مراتي، أنا جيت. بقول أنا جيت وعاوز أتغدى وأرجع المكتب بسرعة لو سمحتي. الله، عجايب. نعمة يا نعمة. إيه؟ مفيش نعمة النهاردة ولا إيه؟ تبقى لازم اتأخرت في المواصلات. أخش أستريح شوية على ما تيجي. الحمد لله اهي جت. لا طبعا مش هي، والا كانت فتحت بالمفتاح اللي معاها. حاضر انا جاي اهو. كده يا حسين، كده تسيبني ساعه مرتوعه على الباب؟ نعيمه اللي انت شايلاه ده كله مش تشيل مني الاول وبعدين تعمل لي سين وجيم؟ ايوه بس ما بسش، اتفضل شيل. هاتي وادي الباب اهو. ايه نعمه؟ ايه وبعدين بقى؟ مش تخلي في عينك شويه ملح وبعد كده تديني فرصه انا اخد نفسي؟ ايوه بس عاوز افهم، عاوز اعرف ايه اللي في اللفف دي كلها. لما استريح شويه ابقى اشرح لك. لا تشرحي لي ولا اشرح لك، هما كلمتين اتنين. ايه اللي في اللفف دي كلها؟ استعبط يا اخويا، انت بتستعبط ولا بتستعبط؟ يا ستي ارجوكي، مش عاوز تفاصيل ممله، ادخلي في الموضوع وقولي لي ايه اللي في اللفف دي. خدت ليلى زميلتي اللي في الشغل ونزلنا اشترينا شويه حاجات من الاوكازيون. الايه؟ الاوكازيون، عشان النهارده اول يوم في الشهر، قلنا نشتري بقى قبل الحاجات الحلوه ما تتخطف. وجبت فلوس منين يا نعمه؟ هتستعبط تاني يا سي حسين؟ انت ناسي ان النهارده اول الشهر؟ اول الشهر؟ النهارده اول الشهر. يعني حضرتك قبضت ماهيتك من هنا ونزلتي على الاوكازيون من هنا؟ ويا ريت الماهيه كفت، انما الحمد لله ربنا كان معايا، ساترها معايا. ليلى صاحبتي كانت معايا. تبقى انت اللي بتستعبطي بقى يا ست نعيمه يا مراتي. لا بقى من فضلك. لا فضلي ولا فضلك، انت نسيتي اللي اتفقنا عليه الجمعه اللي فاتت؟
نسيت اننا اتفقنا ان هقبض مرتبي واروح على طول ادفع اشتراك رحله اسكندريه اللي هنصيف فيها؟ ايه وان حضرتك هتبقى المسؤوله عن مصاريف البيت الشهر ده. انا ما نسيتش، بس الاوكازيون يعني كان فرصه والفرصه اللي لم تنتهزها غصه، مش كده يا ست نعنع؟ حسين ارجوك، انا يعني هي حاجه من اتنين، يا الحاجات اللي ملهاش لازمه دي ترجع، يا بكره الصبح من النجمه اروح اسحب اشتراك المصيف. يعني ايه؟ مش عاوزنا نصيف زي بقيه الناس؟ ما احنا هنصيف يا هانم، هنصيف هنا في بيتنا. ايه قصدك ايه بقى؟ قصدي اننا هنصيف من الاكل والشرب يا نعنع. قلت ايه؟ ولما زرجنت بقى؟ وزرجنت دي يعني ايه يا نعمة؟ يعني تربست بلغة الميكانيكية والسمكرية يا خديجة هانم. يا سيد يا آسف. كملي انت كمان. ولما زرجنتي حصل ايه؟ قال لي يبقى مفيش غير انك تروحي تقضي الشهر ده في بيت امك. الحمد لله انه قال في بيت امك وما قالش في بيت ابوكي. انت هتسكت خالص والا قسما عظما. هسكت يا ست خديجة يا ام الست نعمة. كملي انت كمان. ها، ولما قالك كده ايه اللي خلاكي تقعدي معاه الكام يوم دول؟ كان في التلاجة كده كام كيس لحمة وكام كيس خضار وشوية فاكهة، بصراحة بقى استخسرت اسيبه ياكلهم لوحده. طلع لامك. سيد يا جوزي. اسف. كملي انت كمان وخلصيني. حصل ايه بعد كده؟ بعد كام يوم كده كنت قاعدة انا وهو في الصالة، وفجأة يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انت سامع يا حسين اللي انا سامعاه؟ سامع يا نعمة، ملناش دعوة. ملناش دعوة ازاي يا راجل انت؟ ده يظهر زينات اللي في الشقة اللي قدامنا بتتخانق هي وجوزها. المثل بيقول يا داخل بين البصلة وقشرتها. والمثل كمان بيقول النبي وصى على 7 جار، وانا لازم بقى. ما لازمش يا نعمة، خليكي قاعدة مطرحك. وبقول لك تاني ملناش دعوة. لا لينا بقى دعوة يا سي حسين يا جوزي. ملناش يا نعمة. المثل بيقول الجار للجار، والمثل بيقول من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. لكن انا بقى قلبي